اول حاجه في الزبادي بنجيب معانا طبعا البات، بنجيب معانا لتر لبن وبنخليه يسخن ويغلي، وبعد كده بنسيبه يبرد لحد ما يبقى دافي خالص، ما يبقاش سخن، يعني دافي عادي جدا. وبنحط منه شويه في قلب البوله. بنجيب بوله طبعا اكليريك اهي، بنحط فيها شويه، مش الكميه كلها. وبعد كده بنجيب علبه زبادي اهي، علبه عاديه خالص بنحطها عليها طبعا. وبنجيب بعد كده معلقه لبن بودره، بس دي اختياري، يعني مش كل الناس تحطها وعادي يتعمل من غيره. طبعا احنا بنحط معلقه اهي، اهي معلقه صغيره طبعا. وبعد كده بنضربهم في بعض او بنخلطهم في بعض كويس. انا بقى هخلطها لكم المره دي في المضرب بتاع النسكافيه التركي اهو. المضرب ده تركي يا جماعه، بضمان 3 سنين من سنتر رؤوف. ده برده هنعمل عليه عرض حلو جدا الفتره الجايه. طبعا بنضربهم كويس كده اهو، اهي، لحد ما نحس ان الاثنين بقوا خلاص، الاثنين واحد. بعد كده بنجيب اللبانه بتاعتنا ونفضي ديت على الكميه كلها اهي. فضيناها على الكميه كلها اهو. وبعد كده بنكمل فيهم اهو لحد ما يتقلب كويس. طبعا بقى احنا هنعمل، بما ان مكنه صناي هي 8 كوبايات، وده عدد حلو جدا وكافي جدا ان احنا نعمل بيها زبادي كل يوم في رمضان. فاحنا نقسم الكميه طبعا، لان الزبادي بيبقى اختياري. ممكن اعمل بقى زبادي بالفواكه، ممكن اعمل زبادي بالسكر طبعا اختياري، ممكن اعمله زبادي ساده. فانا هجيب 4 كوبايات وهحط فيهم هيبقى ساده خالص اهو، اهو. ده كده بالنسبه عندنا الاول 4 كوبايات، طبعا احنا عملناهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وده هيبقى زبادي ساده. طبعا انا بعد كده بقى عايز اعمل زبادي بالفراوله مثلا للاطفال. طبعا بقوم جايب الفراوله وبخليها بضربها من غير ميه، يعني عشان تبقى جامده كده وماسكه نفسها. طبعا بنحط الكميه اهي كلها. مم. وبعد كده بنجيب تاني بنضربها كويس عشان خاطر يبقوا مخلوطين كويس اهو، شايفين اهو. طبعا اللبانه اللي انا غليت فيها اللبن دي لبانه عبود، دي جرانيت عبود بضمان 10 سنين من سنتر رؤوف. يعني لو لا قدر الله خدتوها وحصل فيها اي حاجه بترجعها لنا. طبعا بعد كده بقى المكنه وهي شغاله، شايفين بقى الارقام اللي تحت دي؟ المكنه دي بنسيبها شغاله 4 ساعات. طب الارقام اللي تحت دي بتاعت ايه بقى يا رؤوف؟ الارقام دي بتاعت عدد الساعه اللي احنا عملنا فيها. يعني انا دلوقتي ببص في الساعه لقيتها 8 وربع، يبقى هتبدا من 8 عشان اسيبها 4 ساعات اهو. بقوم جاي على رقم 8 اهي، وعاملها على رقم 8 عشان ابقى عارف ان هي كده هتقعد 4 ساعات. وبعد كده بغطيها كويس اهو. طبعا غطيناها كويس وبنسيبها